يسعد لي أوقاتكم يا غوالي. قبل ما نبلش اكتبوا لي فورا بالتعليقات من أي بلد عم بتابعوني. اليوم وصفتنا عن الذهب الأخضر. بدنا نكبس الزيتون سوا بطريقتين على الأصول، طريقة للمونة بتقعد للسنة الجاية، وطريقة سريعة للأكل بعد كم يوم للي ما فيه صبر. شغل نضيفه على أصوله جاهزين. يلا يا أكابر خلينا نبلش سوا خطوة بخطوة. أول شي طريقة المونة بتبقى للسنة وأكتر. أول خطوة هي خطوة دق الزيتون، ما بدنا نكسره، بدنا بس نعطيه فتحة صغيرة. بنجيب كعب كاسة تقيلة وبتعطيه دقة خفيفة هيك تمام. بيظهر الزيتون مفتوح من جانب واحد مثل ما واضح عليكم، ومباشرة كل زيتونة مندقها بنغمسها بوعاء فيه مي نظيفة. هاي الخطوة ضرورية مشان الزيتون ما يسود معنا ويضل لونه حلو. خلصنا كل الكمية. هلا بنجيب مطربان ازاز، وانا بأكد ازاز لازم يكون ازاز نظيف ومعقم 100%. شغل المونة بده يكون نظيف. بنعبي الزيتونات بالمطربان لحتى يمتلى. وهلا بنحضر محلول للتخليل تبع المونة. ركزوا معي منيح بالعيارات لأنها دقيقة. بدنا وعاء كبير وبنحط فيه 16 كاسة من المي، وفوقهم بنضيف كاستين من الملح الصخري أو البحري. حصرا يا جماعة الملح العادي بيخرب المونة، لازم يكون بحري أو صخري خالي من اليود. وبنضيف كمان ملعقتين كبار من السكر. السكر بيعطي قرشة خفيفة وبيحافظ على اللون. نص ملعقة صغيرة من ملح الليمون. ربع ملعقة كبيرة كركم مطحون، هذا السر اللون الذهبي اللي منشوفه بالسوق. منحرك هالمكونات منيح ليدوب السكر والملح تماما. هلا المطيبات شو راح نحط مع الزيتون؟ عندي هون 3 ل 4 حبات من الليمون مقطع، و3 ل 4 حبات من فليفلة حارة حسب الرغبة، مكون اختياري ممكن تستغنوا. وورقة غار واحدة بتكفي وبتوفي. وهلا بنسكب المحلول اللي حضرناه فوق الزيتون ليغمره تماما غمر يعني. وهلا السر الأخير تبع المونة، بدنا نحط على الوش زيت النباتي أو ممكن زيت الزيتون. الزيت بيعمل طبقة عازلة وبيمنع الهواء يفوت وما يخلي الوش يسود أو يعفن معنا. بنغطيه بغطا نظيف ومحكم. وهذا يا غوالي بنتركه بمكان بارد وجاف بالمطبخ أو ممكن خزانة، وهيك بيقعد معكم سنة أو أكتر. طيب ليلي مستعجل مثلي وما في يصبر سنة، بدنا نحلي قسم من الزيتون. الزيتون يلي دقيناه نفس خطوة الأولى بنتركه بالمي، بس هون الشغل بدنا نغير المي عليه باليوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. ضروري جدا نغير المي مشان تروح مرارته. بنغطيه ببلاستيك غذائي يعني النايلون بحيث يلامس سطح المي مشان الزيتون يضل غاطس وما يسود. بنضل على هالحالة 5 إلى 6 أيام عم نغير المي. بعد 5 أيام بنكب المي وبنحط كمية من الملح. هون الملح خالي من اليود. بنغطيه ونتركه يوم كامل. هذا الملح بيسحب آخر نقطة من المرار اللي فيه. تاني يوم بنصفيه من المي منيح. شوفوا لونه كيف صار بجنن. هلا صار وقت نجهز التبلة يلي بتجهي القلب. بنضيف فوق الزيتون المحلى 3 حبات من الليمون مقطع شرائح، 3 حبات من الجزر المبشور، هاد اختياري بس بيعطي قرشة واللون غير شكل، و3 حبات من الفلفل. هون الفلفل حار مقطع كمان حسب الرغبة، إذا ما بتحبوا ممكن تستغنوا. ملعقة كبيرة فلفلة حمراء، ممكن نستخدم الحلوة أو الحار على حسب ذوقكم. ملعقة كبيرة زعتر ناشف. يا سلام الريحة هون بلشت تطلع. نخلط هالمكونات كلها سوا. شوفوا لي هاللوحة هي لحالها بدها فطور ملوكي. منعبي الزيتون المتبل بالمطربان ومنحط معه شرائح ليمون إضافية. هون عندي لمسة خاصة أعواد أكليل الجبل يعني الروزماري، يعطينا طعم وشكل مميز. هلا عندكم خيارين لتغمروا المطربان. الخيار الأول هو الخيار الأطيب، بتغمروا المطربان بزيت الزيتون الأصلي غمر كامل، هذا بيطلع الزيت والزيتون شي ناهي. الخيار الثاني الاقتصادي، بتعملوا محلول ملح، كوب ملح على 8 أكواب من المي، وبتغمروا فيهن الزيتون. منسكر المطربان و3 أيام بس. بعد 3 أيام هذا الزيتون بيكون جاهز للأكل. بتاكلوا أطيب زيتون متبل شغل إيدكم. وهيك صار عنا أطيب زيتون أخضر مخلل عملناه تبع المونة للي بيصبر معنا لسنة، وعملناه المتبل السريع للي بيتاكل دغري شغل البيت نظيف وبلا مواد حافظة. جربوها وادعوا لي، ولا تنسوا اللايك والشير إذا عجبكم الوصفة. يسعد لي أوقاتكم مرة تانية، ومع السلامة في أمان الله.